في ملخصنا النهاردة، تفتكروا إيه السبب ورا رغبة حراء في الطلاق؟ وإيه هيكون رد فعل أرهان عليها؟ وإيه السبب اللي هيخليه عايز يضحي باسم عيلته أو ما يبقاش فرد من عيلة الدمهري؟ ويا ترى إيه اللي هيخلي أصلي تفقد السيطرة على تصرفاتها تماما؟ وهتعمل إيه؟ وإيه هيكون تصرف أرهان على اللي هتعمله لما يشوفها كده؟ كل ده وأحداث تانية كتير هنلاقيها في الملخص قبل الأخير من المسلسل، فتابعونا للنهاية. أنا ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث مع حراء وهي بتقول لأرهان إنها عايزة تتطلق منه زي ما كانت متفقة معاه قبل كده. بيفضل أرهان بيستوعب اللي بتقوله وبيسألها عن السبب اللي خلاها تغير رأيها وتقرر الطلاق. فبتفتكر حراء لما نزلت علشان تشوف علي ووقفت اتكلمت مع موسى وحكت له اللي حصل. بيبقى موسى متحمس جدا وحاسس إن هو أكيد هيعترف لها قريب، فبتخليه يروح يكمل شغله. وبتدخل لأوضة علي بتلاقي عفيفة بتطمن عليه، فبتخرج من عندها بسرعة وهي مبسوطة جدا إن عفيفة اتغيرت أو بتطمن على حفيدها. بعد شوية بتلاقي عفيفة خارجة من الأوضة فبتعتذر لها عن اللي عملته، لكن عفيفة مش بتسكت بتقول لها اوعي تكوني فاكرة لما تتبرعي لي بدمك الملوث ده هيخليني هحبك وهشوفك ملاك لأني أكتر حد عارفك على حقيقتك. بتقول لها كمان إنها مش قادرة تتقبل فكرة إن دم العبدة بقى في جسمها وكل ما تفتكر بتكره نفسها. بتقول لها إن حجتها علشان تقعد كانت علي ودلوقتي بقى أحسن بكتير وتقدر تسيبه وهي مطمنة. هي هتهتم بيه كويس قوي لأنها عارفة إن لا المكان مكانها ولا حد متقبل وجودها في القصر ولا عايزين عبدة تبقى عايشة معاهم. طبعا حراء ما بترضاش تقول أي حاجة لأرهان اللي بيفضل يسألها إزاي ده قرارها بعد كل اللي مروا بيه سوا وكل اللي بيحاول يعمله علشانها هي بس. فبتقوله إن كل ده كان مجرد لعبة علشان علي يصدق إن علاقتهم رجعت تاني كويسة وإن مفيش أي حاجة من اللي حصلت دي حقيقية. فبيتصدم أرهام من ردها وبيقوم وهو متعصب بيقول لها إن هو هيكلم الطبيبة النفسية بتاعت علي لو قالت إن هو في وضع يسمح إنها تمشي من جنبه مش هيقف قدامها أبدا. فبتقوله إن ده الأصلح ليهم وبيسيبها وبيمشي قبل ما يصب غضبه عليها. بيروح أرهان يقف بره القصر وهو بيفتكر لحظاتهم سوا وقد إيه حراء بتبقى متوترة وهي جنبه باين عليها حبها ليه جدا. بيفضل مستغرب ومحتار إزاي بتقول كل اللي مروا بيه ده مجرد لعبة وإن مفيش أي حاجة من اللي حصلت بمشاعر حقيقية وصادقة. بيبقى هيتجنن خلاص من كتر التفكير. أما حراء فبتفضل قاعدة في أوضتها بتعيط بتفتكر ذكرياتها معاه هي كمان وهي متأثرة جدا مش عارفة تعمل إيه أو إزاي تبقى معاه تتحمل كل الإهانة والكلام السخيف اللي بتتعرض له بسبب ماضيها اللي مرت بيه بأسوأ إحساس ممكن إنسان يحسه ملهاش ذنب فيه ولا هتقدر تغير منه أي حاجة. بيروح أرهان يقعد مع المعلم يعقوب زي ما بيعمل كل مرة لما بيبقى عايز حد يوجهه لطريقه. بيلاحظ يعقوب إن هو مهموم ومتضايق فبيطلب منه يحكي له اللي حصل. ولما أرهان بيقوله إن حراء عايزة تتطلق برغم كل اللي بيعمله معاها، يعقوب بيقوله إن كل حاجة ليها سبب وإن الإنسان مستحيل ياخد قرار زي ده من غير ما يبقى عنده أسباب واضحة، خصوصا لو كان حد زي حراء وحبها الصادق اللي باين عليها جدا. بيقترح عليه يتكلم معاها ويعرف هي ليه عايزة تعمل كده ما يسيبهاش تمشي من غير ما يفهم السبب الحقيقي ورا القرار ده. بتفضل حراء تعيط طول الليل وهي بتفتكر اللي أرهان عمله معاها وإزاي كان بيحاول يفاجئها دايما ويحقق لها كل أمنياتها وقد إيه بتبقى مبسوطة معاه وحاسة بالأمان وإن بقى عندها حد حقيقي بيحبها بس ما بيكونش في إيديها حاجة غير إنها تعيط. بتحس إن أرهان رجع فبتكتم دموعها بسرعة بتمثل إنها نايمة. بيروح أرهان يقف جنبها وهو حزين بيسحب الكرسي من وراه وبيقعد يتكلم معاها وهي نايمة. بيسألها ليه عايزة تعمل كده وتدمر كل اللي بيحاولوا يبنوه سوا. بتكون حراء نفسها ترد عليه وتحكي له كل حاجة حصلت لكنها بتقرر تسكت. فبيقوم أرهان يخرج من الأوضة تاني بتكمل هي عياط. بيطلع النهار بتستعد حراء لليوم الصعب اللي هتمر بيه. بيدخل أرهان الأوضة وبيرفض يتكلم معاها تماما. بيدخل يغير هدومه وبيخرج من غير ما يبصلها. فبتخرج حراء وراه بتشوفها عفيفة وبتسألها قررت تعمل إيه فبتطمنها إنها تعمل اللي هي عايزاه. بتنزل تلاقي أرهان واقف مع الطبيبة النفسية بيقول لها إن هو عايز يطمن على علي ويتأكد إن حالته النفسية تسمح له إن هو يتقبل بعد حراء عنه. فبتنزل ترحب بيها بتستأذن منهم الطبيبة النفسية علشان تدخل تشوف علي وتقرر بنفسها. وبتقف حراء وهي بتتمنى إن علي ما يشكش في أي حاجة. فبيقول لها أرهان من غير ما يبصلها حتى إن علي لازم يشك ويعرف الحقيقة لأنه مش هيسمح لابن أخته يمر باللي هو مر بيه زمان وإن حتى لو تعب شوية هيقدر يتخطى الموضوع
ويتقبل غيابها أحسن ما يفضل متعشم فيها أو متخيل إنها مش هتتخلى عنه. بتسكت حراء وهي حاسة إن أورهان بيطعنها بكلامه أو ما بتبقاش قادرة تدافع عن نفسها. بتبقى أصلي وبرهان قاعدين عايزين يعرفوا السبب اللي خلى الطبيبة النفسية تيجي في وقت غير الوقت اللي متحدد لها. فبتسأل أصلي جلونور أو بتبقى متأكدة إن في حاجة بتحصل بين أورهان وحراء أو مستنية تسمعها بفارغ الصبر. بتتكلم بريهام معاها عن نقلهم للبيت الجديد، فبتقول لها أصلي إنها مش تقدر تسيب أورهان وتروح في أي مكان تاني ومش هتقدر ما تشوفوش كل يوم، وبيبقى حبها لأورهان اتحول لمرض جنوني مش قادرة تتخلص منه. بنرجع لحراء وأورهان اللي بيبقوا قاعدين مستنيين الطبيبة النفسية في المكتب، وكل واحد فيهم بيتكلم مع التاني في دماغه أو مسيطر عليهم حالة من الحزن رهيبة جدا لحد ما تدخل الطبيبة النفسية تقاطع تفكيرهم أو بتقعد تتكلم معاهم أو بتقول لهم إن علي اتحسن كتير جدا عن الأول أو بقى ممكن يتقبل فكرة إنها تمشي خلاص، أو تطلب من حراء إنها بس تقعد تتكلم معاه وتقوله الأسباب الواضحة علشان تعمل كده، أو بعدها كل حاجة هتتحسن. فبيروح أورهان يوصلها أو بتقعد حراء تعيط لأن دلوقتي ما بقاش فيه أي سبب يمنعها من إنها تمشي خلاص. بتخرج تشوف مكان البذور اللي هي زرعتها أو بتفضل حاطة إيديها عليها وهي بتعيط ومنهارة من اللي هي بتمر بيه، أو بيشوفها موسى وهو خارج فبيروح بسرعة يعرف فيه إيه أو بيحاول يهديها، وبتطلب منه حراء يوعدها إن محدش هيعرف أو بتحكي له كل حاجة حصلت معاها وكلام عفيفة ليها. فبيتأثر موسى جدا أو بيحاول يخفف عن أخته وهو مش قادر يساعدها أو يعمل لها أي حاجة. بنرجع لأصلي اللي بتبقى متأكدة إن في مشكلة حصلت أو بتتمنى أورهان يطرد حراء بره القصر، فبتقول لها بريهام ما تتأملش قوي كده لأن أي اتنين بيحصل ما بينهم مشاكل أو بيرجعوا يحلوها من تاني. أو بتيجي نورشاه تقعد معاهم أو بيبان إنها كرهتهم خلاص أو بتسألهم لو كانوا راحوا شافوا البيت الجديد، فبتقول لها بريهان إن هما مستنيين عفيفة تتحسن وهيمشوا على طول. فبتقول لهم نورشاه إن كل حاجة كويسة والأفضل إن يبقى ليهم حياتهم الخاصة أو بتتمنى لهم حياة هادية. أو بتقوم تشوف علي فبتقوم أصلي تطلع أوضتها وهي متعصبة أو بتقوم وراها بريهان. بيفضل أورهان قاعد في البستان بيفتكر كلام حراء ليه وكلام الطبيبة النفسية وهو حزين إنها خلاص هتمشي. أو بيقوم علشان يرجع للقصر فبيلاقيها رايحاله أو بتقوله إنها هتحضر شنطة هدومها أو تطلب منه يستعد علشان تدخل هي وهو يتكلموا مع علي قبل ما تمشي. بيتضايق أورهان جدا لما بيلاقيها هتمشي بالسرعة دي أو بيمشي من غير ما يرد عليها. بيفضل يكسر في مكتبه وهو متعصب والغضب باين عليه جدا أو مش قادر يتحكم في زعله وعصبيته من حراء اللي بتضيع كل فرصة يبقوا فيها أحسن من إيديهم. أو بترجع حراء هي كمان أو بيقف موسى يتكلم معاها علشان يعرف قرارها، فبتقوله إنها ماشية ومفيش أي قرار صح ممكن تاخده غير القرار ده. أو بتبقى عفيفة سامعاهم ومبسوطة جدا إن حراء سمعت كلامها وهتخلص منها أخيرا. وبمجرد ما بتطلع حراء تلم هدومها بيحس موسى إن هو لازم ينقذ أخته وأورهان من اللي هيحصل لو بعدوا عن بعض. أو بيدخل يشوف أورهان ولما بيلاقي حالته أصعب من حالة حراء بيقرر يتكلم وبيقوله إن حراء مش عايزة تتطلق وإنها مجبورة على كده. فبيبص له أورهان علشان يفهم قصده أو بيحكي له اللي عفيفة قالته لها امبارح واللي خلاها تاخد قرار الطلاق بالسرعة دي. فبيفهم أورهان السبب اللي ورا حراء أو بيزيد غضبه من عفيفة أكتر. بتبقى حراء بتلم هدومها وهي في قمة حزنها وعفيفة بتبقى بتلون التحف بتاعتها وهي مبسوطة ومرتاحة جدا. أو بتلاقي أورهان داخل عليها وكله غضب أو بيبدأ صوته يعلى وهو بيزعق لها أو بيسألها هي ليه كل مرة بيحاول يديلها فرصة بتخليه يرجع تاني عن قراره. بتسمعه حراء فبتخرج بسرعة تشوف ايه اللي بيحصل، وبتخرج أصلي وبريهان كمان على صوته وبتطلع نورشاه تشوف فيه ايه. وبيفضلوا كلهم واقفين بيتفرجوا على أورهان وهو بيتخانق مع عفيفة على الكلام اللي قالته لحراء. فبتقوله عفيفة بكل شموخ إنها قالت الصح واللي يناسبها هي واسم عيلة الدمهري، وإنها مش هتتقبل عبدة ذليلة تبقى كنتها ولا متقبلة فكرة إن دمها الملوث بقى في جسمها. فبيزيد غضب أورهان أو بيسألها لو كان ده قرارها النهائي إنها مش عايزة حراء في البيت. فبتجاوب عفيفة بكل ثقة إنها مش عايزاها أو لا هتتقبلها في عيلة الدمهري. فبيقول لها أورهان إن هو هيعمل اللي هي عايزاه أو هينفذ لها رغبتها. بيستغرب كل الموجودين من كلامه أو بتفرح أصلي جدا إن هو هيتخلى عن حراء أخيرا. أو بتقوله عفيفة إنها مبسوطة لأنه بيفكر كدمهري أخيرا. فبيصدمهم أورهان كلهم وبيقول لها إن هو كمان هيمشي مع حراء وهيتخلى عن لقب عيلته وهو مش عايز يبقى من الدمهري طول ما زوجته مش هتبقى منها، وإنه مستعد يتخلى عن أي حاجة علشانها حتى لو كان لقبه. بيفضل الكل باصص له بصدمة حتى حراء نفسها. فبتقول له عفيفة إنها مش هتسمح له يعمل حاجة زي كده، لكن أورهان بيقول لها إن هو هينفذ لها رغبتها وإن طالما علشان يبقى دمهري لازم يتخلى عن زوجته
فهو مش هيبقى فرد منهم. بيخرج يمسك إيد حراء، بياخدها وبينزل من غير ما يقول ولا كلمة زيادة. وبيقفوا برا القصر، فبيسيب أورهان إيديها وبيقول لها إن مفيش طلاق ولا أي حاجة من اللي اتفقوا عليها امبارح دي هتتم. بتستغرب حراء وبتقول له إن هم اتكلموا في الموضوع خلاص، فبيوجهها إن هو عرف السبب اللي دفعها تقول كده وإنها مش عايزة تتطلق. فبتسكت حراء وهي مش عارفة تقول إيه. بتبقى نورشاه قاعدة جنب عفيفة وعايزة تفهم منها إيه اللي حصل وخلى أورهان يتعصب بالشكل ده ويقرر يتخلى عن اسم عيلتهم. بتفضل عفيفة قاعدة ساكتة. فبتكمل نورشاه كلامها وبتقول لها إنها لازم تفهم إن أورهان وقع في حب حراء ولازم تتقبل ده لو كانت عايزاه يبقى جنبها فعلا، وإن حراء مش بالسوء اللي هي متخيلاه، بس هي اللي مش مديالها فرصة تفهمها أو تتقبل وجودها. بتقعد حراء وأورهان يتكلموا في البستان. بتبقى متضايقة جدا من موسى لأنه وعدها ما يقولش حاجة. فبيقول لها أورهان إن موسى مش غلطان وإن هي اللي غلطانة لأنهم مروا بمواقف كتير جدا مع بعض، أو إنها كان المفروض هي اللي تروح تقوله مش يعرف من موسى. وبيطلب منها توعده إن هم هيعدوا كل حاجة بعد كده مع بعض أو مش هيخبوا عن بعض حاجة تاني. بنرجع لنورشاه اللي لسه قاعدة مع عفيفة وبتحاول تتكلم معاها وتخليها ترجع عن عندها أو تتقبل حراء وتحترمها مش أكتر من كده، وأورهان هيفضل معاهم. لكن عفيفة بتبقى مصممة على رأيها، فبتخرج نورشاه من الأوضة وبتفضل هي تعيط وتفتكر كلام وتهديد أورهان ليها، أو بتقول لنفسها إن هي مش هتسمح له يعمل حاجة زي كده أو يتخلى عن اسم عيلته مهما كان السبب. وبتبقى أصلي هي كمان قاعدة بتعيط على أورهان حبيب طفولتها اللي قرر يتخلى عن اسم العيلة علشان خاطر عبدة أو يتحداهم كلهم علشانها. بتبقى بريهان مش عارفة تعمل إيه لبنتها. بتفضل تحاول تهديها وبتوعدها إن هم هيبدأوا حياة جديدة أو إنها لسه هتحب حد تاني يخليها تنسى أورهان أو ما تفكرش تاني فيه. لكن أصلي ما بتبقاش قادرة تتخيل حياتها من غيره، وبتفضل تعيط في حضن والدتها وهي بتتألم أو مش قادرة تنساه. بتبقى حراء قاعدة بتفكر تعمل إيه، أو بتلاقي موسى داخل يعتذر لها عن اللي عمله أو بيقول لها إن هو ما قدرش يشوفها بتتألم وهو ما يقفش معاها لأن وضع أورهان كان أصعب بكتير من وضعها. فبتسامحه حراء لأنها فاهمة إن هو عمل كده علشانها فعلا. ولما بيجي موسى يتكلم معاها عن عرض الجواز اللي هيقدمه لها أورهان، فبتقول له يسكت لأن مفيش عرض جواز هيتم وهم قرروا يكملوا اللي بدأوه خلاص من غير ما يغيروا أي حاجة في علاقتهم. أو بتفضل عفيفة قاعدة بتعيط ومرعوبة من إن ابنها ينفذ تهديده ويمشي من البيت هو وحراء ويتخلى عنهم. أو في نفس الوقت بتبقى بريهان بتحاول تهدي بنتها أو بتطلب منها تنزل تقعد في حديقة القصر لحد ما تخلص مكالمتها أو تنزل لها. فبتروح أصلي علشان تنزل، أو بتشوف عفيفة خارجة من أوضتها وداخلة أوضة أورهان وحراء، أو بتقرر تروح تتنصت عليهم وتسمع عفيفة وهي بتبهدل حراء علشان تمشي وتسيب أورهان. بتترعب حراء لما بتشوفها قدامها أو بتفضل بصلها بخوف. فبتبدأ عفيفة كلامها وبتقول لها إن الأم أهم حاجة بالنسبة لها هي سعادة أبنائها، وإنها مع كل نفس بتتنفسه أو خطوة بتخطيها بيكون ده أملها وهدفها الوحيد في الحياة، وإن كل اللي هي عملته دلوقتي وبتعمله وهتفضل تعمله بهدف إن أبنائها يكونوا سعداء. أو بتقول لها إن لو قرارهم النهائي هي وأورهان إن هم يفضلوا مع بعض، فهي ما عندهاش مانع تقبلها فرد من عيلة الدمهري علشان خاطر ابنها. أو بتفضل حراء بصلها بصدمة وبتكون أصلي مصدومة أكتر منها. أو بتنهار بعد ما بتفقد آخر أمل ليها في القصر. بيبقى أورهان قاعد في مكتبه مبسوط وهو بيفتكر اللي حصل الصبح. بيلاقي حراء نازلة تحكي له اللي حصل، وأول ما بتقوله إن عفيفة كلمتها بيفتكر إنها رجعت هددتها تاني وأهانتها كمان. بس حراء بتقوله إن عفيفة قالت لها إنها قبلت تبقى فرد من عيلة الدماهري. وبيفضل أورهان مش مصدق اللي حراء بتقوله ولا مستوعب إن عفيفة ممكن تعمل كده. بيتصدم أكتر لما بتقوله إنها كمان دعت لهم إن جوازهم يفضل دايم للأبد. بتخرج من المكتب وهي مبسوطة باللي حصل وبتتمنى تعيش حياة هادية في المستقبل. بتطلع أوضتها فجأة بتلاقي أصلي خارجة من غرفة الملابس. بتسألها هي إزاي قدرت تأثر عليهم كده. بتبقى حراء مش فاهمة قصدها. بتقولها إن هي ما عملتش حاجة. فبتتعصب عليها أصلي وبتسألها لو كانت بتعمل لهم سحر علشان يحبوها. بتكمل كلامها وبتقولها إنها بتحب أورهان من وهم صغيرين وكانت دايما بتحاول تتقرب منه، لكن أورهان كان دايما بيبعدها وهي جت فجأة دخلت حياته وخلته متيم بيها. بتحاول حراء تفهمها إنها ما كانتش تعرف أي حاجة من اللي هي بتقوله، لكن أصلي بتكون اتجننت تماما. وبتقول لها إنها أكيد غاوته زي ما غاوت فداء أخوها وخلته يتسجن بسببها. وما بتقدرش حراء تتملك أعصابها وبتضربها بالقلم، فبتمسك أصلي في خناقها بتفضل تضرب فيها. بيتجمع كل القصر بيحاولوا يبعدوا أصلي عن حراء لكن من غير فايدة.
بيسمع أورهان صوتهم فبيطلع بسرعة، أو بمجرد ما بيشوف اللي بيحصل بيروح يبعد أصلي عن حراء، ومن غير ما يسمع منهم أي حاجة بيطرد أصلي والدتها من القصر، أو بيقول لهم يجهزوا شنطهم فورا. بتخرج بريهان تعاتب بنتها على اللي هي عملته، لكنها بتلاحظ إن سلوك أصلي بقى غريب جدا، وإنها بقت تضحك وتعيط في نفس الوقت أو تتكلم بطريقة مختلفة. بتفضل حراء تعيط وبتعترف لأورهان إنها هي اللي ضربت أصلي الأول، لأنها استفزتها بالكلام، وإنه عرف إنها ممكن تتحمل أي حاجة إلا الإهانة اللي ليها علاقة بنفسها وسمعتها. فبيقول لها أورهان إن هو فاهم اللي حصل ومش بيلومها على اللي هي عملته. بيروح يجيب الدواء علشان يحطه لها على إيديها، وهو بيطمنها إن هما مش هيكونوا موجودين تاني في القصر خلاص، أو مش هتقابلهم تاني. وبعد ما بيخلص بيطلب منها تستعد علشان يخرجوا بالليل، أو بينزل يخلص اللي وراه. بيجي الليل، أو بتبقى حراء وعلي متحمسين جدا لأن أورهان هياخدهم يخرجهم. أو بيخرج أورهان، وقبل ما بيتحركوا بيجيله مكالمة شغل مهمة، أو بيبقى لازم يروح يشوف اللي وراه. أو بيزعل علي فبيقرر يبعتهم هما مع موسى، وهو هيبقى ياخدهم وقت تاني. فعلا بتتحرك حراء وعلي مع موسى، وبيطلب علي في نص الطريق إن هما ينزلوا يقفوا شوية، وهو فجأة بيختفي من وراهم. فبتبدأ حراء تقلق عليه وبتدور عليه في كل حتة، أو بتطلب من موسى ينزل يدور معاها. أو بيروح كل واحد فيهم من اتجاه مختلف. أو في وسط انشغالها في البحث عن علي بتلاقي أورهان واقف لها وسط الشموع، وبتبقى مصدومة مستغربة جدا. أو بتروح تقف قدامه وبتسأله عن علي، فبيقول لها إن علي في أمان، وإن ده كان جزء من خطتهم. فبتفضل حراء بصاله، وهو بيخرج أورهان الخاتم من معاه. أو بيسألها لو كانت تقبل تخلي كل اللي بينهم حقيقي فعلا، ويبدأوا حياة سعيدة مع بعض. أو بيعرض عليها الجواز، بس المرة دي جواز حقيقي. بتوافق حراء وهي مبسوطة جدا، أو مش مصدقة نفسها. تفتكروا حراء وأورهان هيقدروا أخيرا يعيشوا حياة هادية وسعيدة بعد كل المعاناة اللي هم عاشوها، ولا إيه اللي هيحصل في قصتهم؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية، وهتبقى آخر حلقة في مسلسلنا، فاستنونا علشان نعرف قصة حراء وأورهان هتنتهي نفس نهاية قصة مريم وكنان، ولا القدر ليه رأي تاني. اكتبوا لنا توقعاتكم انتم في التعليقات، وعايزين الملخص الأخير امتى. وما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو، ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray.